زيزو وانتقاله الاهلي. في مصادر مؤكده وقويه بتقول ان الاهلي انهى الاتفاق مع زيزو للانتقال الى صفوفه في 4 سنين جايه. اول سنه هياخد 50 مليون، تاني سنه هياخد 52 مليون، تالت سنه هياخد 53 مليون، رابع سنه هياخد 55 مليون. طيب هتتحمل خزنة النادي الأهلي 25 مليون جنيه سنويا من قيمة العقد، أما الباقي هيتحملوا الإعلانات وبعض رجال الأعمال المنتمين للنادي الأهلي. هل توصل الزمالك للاتفاق مع زيزو؟ الحقيقة ما توصلش، ومفيش أي اتفاق حصل ما بين الزمالك وزيزو. زيزو في الغالب هيبقى لاعبا للنادي الأهلي بعد ما كان أبرز نجوم نادي الزمالك. الأهلي حسم صفقة زيزو بنسبة أكتر من 97% بعد ما أنهى كل الاتفاقات المالية مع اللاعب. السؤال هنا، ما هي مشكلة نادي الزمالك اللي بتخلي كل اللعيبة بيرحلوا عنها، مع ان مجلس إدارة نادي الزمالك هم اكتر الناس المتحدثين على السوشيال ميديا بدون فايدة، وابرزهم حاليا في الوقت الحالي هو طبعا ميدو. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.